موقع بلومبرج عن 4 مصادر مطلعة أن السعودية تدرس مراجعة رسوم إقامات الوافدين بعد أن تبين أن النظام المفروض حاليا قد أضر بالاقتصاد بشكل بليغ دون أن يقلص نسبة البطالة. استبعدت المصادر التي تحدثت للموقع بشرط عدم الكشف عن هويتها إلغاء الرسوم على العمالة الوافدة كلية، إلا أن لجنة وزارية تبحث تعديل أو إعادة هيكلة هذه الرسوم، ومن المتوقع اتخاذ قرار في غضون أسابيع. وقد أشار الموقع إلى أن السعودية فرضت رسوما على العمالة الوافدة لزيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية ضمن خطة التغيير الاقتصادي التي وضعها ولي العهد محمد بن سلمان. وقد أثارت الرسوم استياء أصحاب الأعمال في بلد اعتاد على العمالة الأجنبية الرخيصة. ومع دخول القرار حيز التنفيذ قرر العديد من الأجانب إرسال عائلاتهم إلى بلدانهم أو تركوا البلاد بالكامل، ما أثر على مجموعة واسعة من الأنشطة التجارية والخدمية من المطاعم إلى شركات الاتصالات. ورغم مغادرة الأجانب ارتفعت نسبة البطالة إلى نحو 13%، وهو أعلى مستوى لها منذ أكثر من عقد.